إذا كان تاريخ السينما في مصر 1200 فيلم، فقد قدم منهم 500 فيلم. هذه إشارة بسيطة على حجم الفنان الذي نتحدث عنه. لا يمكن أن تتحدث عن الفن المصري دون أن تتذكر، بل ويكون على رأس الفنانين الذين يرد اسمهم كأبرز المساهمين في تشكيل وجدان الجمهور فنياً. اتسم بالتنوع الكبير في الأدوار التي قدمها. أعماله لا يمكن أن ينساها: المشاهد، مرسى الزناتي في مدرسة المشاغبين، رمضان السكري في العيال كبرت، مرزوق في السلام يا صحبي، محروس في يا عزيزي كلنا لصوص، وغيرها من الأدوار المميزة التي تعد علامة في تاريخ السينما. إنه خفيف الظل البسيط والمشاغب في الوقت نفسه. الفنان الراحل سعيد صالح. النسخة الكاملة الرئيسية: تحقيقات وملفات ورثة العظماء. هند سعيد صالح تكشف أسرار جديدة عن والدها في حوار مع اليوم السابع: سجنه نعمة من ربنا عليه. حسن يوسف أول من اكتشف. المقارنة بينه وبين عادل إمام سخيفة. ومرضه خلال فيلم زهايمر غير حقيقي. هند سعيد صالح. هند سعيد صالح. شيرون فيسبوك، شيرون تويتر، شيرون ماسنجر. حوار أحمد عرفة 25 مارس 2024 الثامنة مساء. هالو شلبي لم تكن بداية تعرف الجمهور على سعيد صالح، وتعرف على عادل إمام بمسرح التلفزيون. سعيد صالح لم يكن يفضل البطولة المطلقة، وكان يهتم بتأثير الدور الذي يقدمه أبا. كان يتسم بخفة الدم مع أسرته أكثر مما كان يظهر عليه في أعماله الكوميدية. إذا كان تاريخ السينما في مصر 1200 فيلم، فقد قدم منهم 500 فيلم. هذه إشارة بسيطة على حجم الفنان الذي نتحدث عنه. لا يمكن أن تتحدث عن الفن المصري دون أن تتذكره، بل ويكون على رأس الفنانين الذين يرد اسمهم كأبرز المساهمين في تشكيل وجدان الجمهور فنياً. اتسم بالتنوع الكبير في الأدوار التي قدمها. أعماله لا يمكن أن ينساها: المشاهد، مرسى الزناتي في مدرسة المشاغبين، رمضان السكري في العيال كبرت، مرزوق في السلام يا صحبي، محروس في يا عزيزي كلنا لصوص، وغيرها من الأدوار المميزة التي تعد علامة في تاريخ السينما. إنه خفيف الظل البسيط والمشاغب في الوقت نفسه. الفنان الراحل سعيد صالح. في أي عمل قدمه سعيد صالح سواء في السينما أو المسرح كان يضيف للعمل. لم نراه في بطولة مطلقة، بل دائما ما كان يحب البطولة الجماعية. لم يهتم بإيرادات أفلامه بقدر ما كان يهتم بنوعية الدور وتأثيره على الجمهور. كانت رؤيته للنجاح مميزة عن جميع أقرانه في الوسط الفني حينها، حيث دائما ما يكون عاملا مشتركا في أفلام نجوم الصف الأول. وفي نفس الوقت تتساءل: من هو بطل العمل؟ هل من كتب اسمه في أول الأفيش أم سعيد صالح؟ لا يمكن أن تتصور العمل الفني الذي يقدمه بدونه. كان لنا حوارا مع ابنته هند سعيد صالح لتكشف لنا عن بداية حياته الفنية وأول من اكتشفه، وكيف التقى بصديق عمره الزعيم عادل إمام ليقدمان معا العديد من الأعمال الفنية الناجحة. وتجيب عن متى بدأت نجومية سعيد صالح، بجانب ردها على من يقارنون بين سعيد صالح وعادل إمام، وقصة إصابته بالزهايمر في إحدى الأعمال الفنية التي قدمها، وأبرز النصائح التي كان يوجهها لأسرته، ولماذا لم يقحم ابنته الوحيدة في عالم الفن، وغيرها من القضايا والموضوعات في الحوار التالي. في الفترة التي اتجه فيها والدي إلى الفن، لم يكن أغلب الفنانين الصاعدين في تلك الفترة خريجي الفنون المسرحية أو معهد التمثيل، بل إن عادل إمام وصلاح السعدني خريجا كلية الزراعة. ومن اكتشف وده هو الفنان حسن يوسف خلال دراسة أبي في المدرسة، وحينها كان الفنان حسن يوسف ضمن مسرح المدرسة، ووجد في والدي صفات تشبهه، حيث الشقاوة والعفرة.